بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا في اسعد حال واروق بال يا رب، ويكون رمضان سعيد عليكم يا رب، وكل سنة وانتم طيبين. خلاص العيد على الابواب، كل سنة وانتم طيبين ويعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب. النهارده هنتسلى شوية في شوية بسكويت. 2 كيلو بسكويت، 2 كيلو بسكويت. هحط عليهم ذرة ملح كده صغيرة. دي تقدروا تقولوا بقى ليها معاني كتير قوي، يعني مش هتكلم، مش هدخل في تفاصيل، بس ضروري نحط ذرة ملح على الدقيق بتاعنا. بصوا يا حبايبي، احنا كده حطينا 3 كوبايات سكر بودرة. هنا 2 اللي محطوطين في العجانة دول 2، ودي واحدة، يبقى كده 3. 3 كوبايات سكر بودرة. هنجيب عليهم زيهم 3 كوبايات سمنة، والحجم ده كده قد كده، يعني 3 كوبايات من العيار ده وكوبايه كده، يعني دي الرابعه مش كامله، كمان لله واحده. يبقى احنا هنحط 4 كوبايات، احسبوها بقى اللي كان، بس العلامه دي اهو تحت ايد المج من فوق او الكوبايه. يبقى ده السكر حطيناه 3، والسمنه 3، ودول زياده، وتكون السمنه متماسكه مش سايحه. هقلبهم على بعض وهقول لكم اوريكم النتيجه عشان ما اطولش عليكم الفيديو. بصوا يا حبايبي، احنا كده بنضرب السمنه مع السكر بالهادي الاول عشان ما تتلخبطش، نخليها هاديه المضرب عشان ما تتلخبطش السكر مننا. في حاجه ثانيه، يعني لما انا بستسهل بس المضرب عشان ما يوجعش ايدي، في ممكن تتعمل بالايد عادي. كل اجدادنا وامهاتنا كانوا بيعملوها بالايد، ما كان في مضارب ولا حاجه، كان كله بيعملها بالايد. يعني براحتكم، لا تعملها بايدك تعملها بمضرب، تعملها عادي خالص، مفيش اي شغل، مفيش صعوبه يعني. هنعمل ايه بعد كده؟ هنحط عليهم البيض. عندنا 6 بيضات هنحطهم عليهم. بعد كده هنحط الفانيليا، 3 اكياس فانيليا، 3. احنا ضربنا كده البيض والسكر، اول حاجه السمنه والسكر، وبعدها البيض والفانيليا. هنا هنجيب بقى، نيجي كمان على اللبن، هنحط 2 كوبايات لبن على النشادر ونقلبهم ونضيفهم للباقي الخليط. 2 كوبايات لبن عندنا قد ايه؟ هنحط على الكيلو، بصوا يا حبايبي، معلقه زي كده، معلقه مساحه يعني ممسوحه كده. عندنا 2 كيلو، يبقى عندنا معلقتين. بسم الله الهادي، بسم الله ما شاء الله. لبن ده معلقه شاي اكل، مش معلقه شاي، يعني معلقتين كبار بتاع اكل، بس مساحه ممسوحه مش هرميه. واللبن ما يكونش سخن، يكون زي دمعه العين، يعني لا هو بارد ولا هو سخن. بصوا بدات في الفران اهي معانا الحمد لله. هنعمل ايه؟ هنحطها هنا على الحاجات دي ونكمل ضرب. احنا خلصنا المضرب، هنهدي عشان ينفش معانا جامد ويطلع من العجينه بالراحه عشان ما تنفش على الهادي خالص. خلصنا كده كمان معاه، بننطر كل العجينه اللي فيه بس كده. بقى متشكرين للعم المضرب ده. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنجيب العجينه دي، الحاجات دي، ونحطها هنا. المكونات دي كلها هنحطها على الدقيق اللي احنا حاطين عليه في الاول ذره ملح، عشان نبقى مع بعض كده ما نتوهش من بعض. اهو بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل الحاجات دي كلها مع بعض، ومش هنحط اي حاجه، مفيش حاجه تتحط تاني، وهوريها لكم بعد كده عشان ما اطولش عليكم الفيديو. طيب احنا بنعمل ايه؟ فضينا كل الحاجات ومسحنا نضفنا العجانه اللي كان فيها السائل كله، خدناه ما نسيبش حاجه عشان يبقى لازق كتير. نضفته بالدقيق وحطيته هنا.
هنا بقى بنعمل ايه؟ احنا مش بنلت ونعجن زي اي عجين تاني، لا، ولا بنبس زي الكحك، لا، احنا بنلف العجينه كده، نندمج هي الدقيق مع الخلطه كلها، كل خلطتنا كلها تندمج مع بعضها. اهي بسم الله الهادي، ما حطيناش ميه ولا حطينا اي حاجه. عايزين ميبقاش فيه حاجه لوحدها، كله مندمج عجينه واحده، مش مفرزه، مش محببه او معجنه او ناشفه او يعني بصوا صفات كتير قوي بتقال على الكلام ده. المهم انها تبقى عجينه ملسه مندمجه كل الحاجات مع بعضها. احنا ما بنعجنش، لا بنعجن ولا بنلت، احنا بص بناخد المكونات كلها ونحطها كده مع بعضها. بصوا الحروف الحله بتمشي معايا ازاي، وانا ماشيه كده باخد اللي على الحروف معايا، كله بيندمج مع بعضه. نجيب برده من تحت، وعلى فكره اساسي لازم الواحد يوسع الحاجه اللي بيعمل فيها، يعني ما اقولش انا 2 كيلو احطهم في عجانه زي اللي كنت حاطه فيها الخليط الاول، لا، احب ابدا في الحاجه واسعه. انا العجانات عندي الاثنين البلاستيك والسلس صغيرين، فانا احسن حاجه باخد ايه حله كبيره واعمل فيها اللي انا عايزاه احسن. بصوا احنا ابتدينا نعمل فيها نلم فيها العجين كده اهو، ونجيبها من تحت لفوق، نجيبها برده كده عشان لو في اي حاجه تحت كده نقلبها برده، بحيث ان احنا برده ننشطها نفس الحكايه، نلم كده، نلم الحاجه كلها في بعضها، نخلي السوائل تبقى في الدقيق تتشربها الدقيق كلها. بصوا واضح بعمل ايدي عامله ازاي، بصوا كده تمام. انا اعمل دلوقتي اهو كده، لو انا سبت شويه كده العجينه بصوا حلو ازاي، زي الملبن ماشي معايا حلو، في نفس الوقت ما بتشققش، يعني بعمل كده زي الفل كده. بقى العجينه الحمد لله زي الفل كده، اتعجنت خلاص. هو لم اساسا مش بيلت زي الملبن، احنا كنا بنعمله بنمسك العجينه ونعمل كده اهو ونلم، ونبدا تاني كده فيها، بحيث نلم كل الحاجات مع بعضها، ما يبقاش في حاجه يعني دي ندمج مع كل السوائل. هنلم العجينه وهنسيبها تستريح لها كده ربع ساعه ولا 10 دقايق، عامل بس ما نوضب بقى الحاجات، نوضب الطبليه، المواس، المكنه، المفرمه، والحاجات دي كلها. تكون هي كمان اي عجينه لازم تستريح شويه. بس هنغطيها ونسيبها ربع ساعه كده ولا حاجه، ونبدا ان شاء الله نشكل فيها مع بعض. بصوا يا حبايبي، بصوا على اساس الدقيق بيختلف من عيار لعيار. احنا دلوقتي حطينا على الكيلو عشان ما نتوهش من بعض، حطينا عليه كوبايه لبن، اللي هي العيار بتاعنا اللي هو بتاعه الشاي زي ما عملنا الدقيق. حطينا على الكيلو، في ناس نقول لك حط نص كوبايه، بس نص كوبايه دي بتبقى ناشفه معانا. يعني بصوا هنا ده حاطين على الكيلو كوبايه لبن، النشيده زي ما هي. هنا بصوا العجينه عملت ازاي حلوه طريه، لو حطينا نص كوبايه هتبقى ناشفه. وعموما لو بتعملي عشان دي يختلف، لو بتعملي حاجه اليد واي نوع ولقيتي بس شويه في يعني انت حاطه السمنه مظبوطه، لقيتي عجينه نشفت منك، ممكن يا تزودي بشويه لبن صغيره يا بشويه سمنه صغيره. انا زودت هنا، لو مشيت على نص كوبايه كانت هتبقى ناشفه، العجينه ناشفه وبتفرول. هنا حطيت لها الكيلو، حطيت عليه كوبايه عشان ما نتوهش بس من بعض. بصوا يا حبايبي، احنا اختبرنا العجينه وهي معموله نجمه، احنا هنعمل طريقه تانيه برضو، الشكل التاني ده الأيد، فده برضو يخلينا نعرف العجينه مظبوطه ولا لا ومرنه معانا ولا لا. يعني اهو كده احنا كده دي دلوقتي، دي كده دلوقتي اهي معموله الايام، مش هنقول نجمه تخينه، لا ده عاديه اهي. بصوا اهي ما بتقطمش ما بتقعش اهي، دي العجينه المظبوطه، لا هي ناشفه ولا هي زي السوائل فيها، زي الفل. عشان بس نبقى عارفين ازاي ظبطت العجينه
مش مجرد ما حطينا مقادير وخلصنا وتطلع ناشفه شويه مفروله بتقطم مننا ونفتكر ده عادي، لا كده يبقى محتاجه تصليح. التصليح زي ما قلنا شويه لبن بيقضوا الغرض، شويه سمنه، في حاجات تحط سمنه لو شويه كحك ولا حاجه عادي جدا. بصوا يا حبايبي احنا كده سوينا البسكويت، احنا عملنا 2 كيلو وزنه 3 كيلو، يعني بعد ما عملناهم وزناهم لقيناهم بقوا 3 كيلو، يعني زادوا كيلو. حاجات نظيفة وفي البيت وحاجة بسيطة جدا، وطريقة الأجداد، يعني ما فيش لا سمنة كتير ولا في سكر كتير، حاجة وسط، على أساس إن ده حاجات يعني مش لازم نعمل منها اللي ياكلها تجيله تخمة، ولا سكر كتير ولا سمنة كتير، معقول جدا. كمان هنا البسكويتة اهي اهي، بصوا عاملة ازاي اهي، ناعمة خالص اهي، جميلة جدا ومستوية كويس. اي فرن هيساوي كويس، يعني لو حطيناها في فرن الغاز اهو، ده برضو اهي، دي النجمة اللي هي بتاعت الاجداد، دي كان دايما بيعملوا النجمة اهي، دايما هي واحدة، ومن تحت مستوي برضو كويس، وفي برضو بيزايد شوية عن كده، يعني هو كده مستوي. لو زاد برضو شوية زي مثلا ده كده، في هنا برضو في زيت شوية برضو عادي جدا. المهم ان هو مبقاش ني، يعني في جميع الحالات السوى يختلف منه. بس الفرن البلدي اللي هي او الفرن الغاز بتاعت اللي في البيوت دي عادية برضو نسوي بيها، بس نخلي النار في الجناب واطية شوية، هادية شوية، وتحت برضو هادية شوية، ونستمر في التقليب وناخد بالنا منها، متاخدش وقت طويل، تقعد 5 دقايق. الصاج لو حطيناه في فرن الغاز اللي هو في بيتنا ده، في البيت اللي بدال الفرن البلدي، بنحطه فيه 5 دقايق بس، الباب يكون مفتوح والجوانب نار هادية وتحت هادية، ونتقلب فيها مستمر من كل اتجاهاتها بحيث ان هي ما تلسعش من ناحية. بتاخد 5 دقايق وبيطلع الصاج. الفرنة التانية البوتاجاز العادي برضو شرحه بيتخبز عادي وناخد بالنا منه، بس ما حسبتلوش المدة بصراحة عشان ما يبقاش بقول كلام مش موزون، لان المرة دي ما عملتش الكحك، عملت في الفرنين، لكن البسكويت عملته في التاني وخلاص، لان هما 2 كيلو مش كتير يعني. بس فدي مهمة جدا الحاجات دي في البيت الواحد يعملها، حاجة نظيفة وسمنة بسيطة. واقول لكم يا حبايبي عشان ما اطولش عليكم، جربوا واعملوا الحاجات بيتكم في البيت، حتى لو ما فيش عيد كنا بنعمل على طول الحاجات دي للاطفال عشان ما يجيبوش حاجات من بره. يعني لما كان عندي عيال صغيرين ولاد صغيرين ما كنتش بستنى عيد ولا حاجه، كنت كل شويه اعمل اي حاجه من حاجه الايه، بسكويت، كحك، قريبه، بيتفور، بحيث ان الحاجات دي بتخليهمش يبصوا على الحاجات اللي بره الا الله اعلم معموله ازاي. كل سنه وانتم طيبين، وكل رمضان تعملوا حاجاتكم بألف صحه وعافيه وبسعاده يا رب، وربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير. وجربوا الطريقه البسيطه دي، طريقه اقتصاديه وسهله وسريعه وحاجه نظيفه، عاملينها في بيتنا وعارفينها معموله بايه. عاينين الحاجه بلبن، ممكن بره يعجنوها بميه، الله اعلم الميه عامله ازاي. السمنه عاملينها عارفينها نظامها ايه. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، وربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم سالمين غانمين، امين يا رب العالمين.